السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل المتابعين معانا في قناة تربية النحل. أسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم آمين يا رب. الله يبارك في الأصدقاء. للأسف الشديد ما زال البعض يروج لي بعض الأمور في العجائن البروتينية بتضر الخلايا للأسف، وما زال بعض النحالين بيعملوا على الترويج الخطأ ويسببوا مشاكل في الخلايا. النهارده الله يبارك في الجميع تاريخ 20 من الشهر السابع لسنة 2025. أحد الأصدقاء أرسل لي رابط خاص بالعجائن البروتينية. صراحة أنا شاهدت حوالي 5 دقايق أو 7 دقايق من الفيديو. للأسف يعني أمور ما يصلحش. أنا من عادتي صراحة ما بشاهدش ربما يكون فيديوهات إلا القليل، إلا لو ربما لما أحد الأصدقاء يطلب مني الشيء ده. أحد الأصدقاء أو أحد الإخوان بيتكلم على عجينة بروتينية فيها، تخيل معايا، فيها 2 كيلو من حبوب اللقاح، وكيلو من حليب البودرة، وكيلو من الخميرة، مقابل 6 كيلو سكر مطحون. تخيل احنا عدينا حوالي 4 كيلو من البروتينات، سواء 2 حبوب لقاح، 2 كيلو حبوب لقاح، أو كيلو خميرة، أو كيلو بودرة من اللبن، لبن بودرة، مقابل فقط 6 كيلو سكر مطحون. ده طبعا غير بقى ربما يكون الفيتامينات والأملاح والشغلانة اللي هي كان الله في العون. الله يبارك في الجميع. أول شيء، أنا مش بنتقد الشخص، أنا فقط بس بوعي الأخ المبتدئ اللي بيتابع معانا. تمام. أول حاجة الله يبارك في الجميع، تكلفة العجينة اللي الأخ بيروج ليها أو اللي أنا ذكرتها دلوقتي تكلفة كبيرة. أي أحد بيتابع معانا في أي بلد لو جه يحسب التكاليف بتاعة ال4 كيلو من المواد البروتينية دي، تمام، مقابل 6 كيلو سكر، هيكون تكلفتها كبيرة كبيرة جدا جدا. تمام. الأمر الآخر الله يبارك في الأصدقاء، إن نسبة البروتين العالية دي مع منتصف الصيف اللي احنا موجودين فيه حاليا، تمام، صدقوني والله بصدق وبما يرضي الله، نتائجها نقدر نقول عاملة زي الأخ. تمام. أقول لك إيه؟ زي الأخ اللي حط مثلا معدل كيلو إلا ربع أو كيلو واحد من الخميرة مع الستة كيلو سكر مطحون. تمام. لأن نسبة البروتين العالية في الأجواء الحارة دي النحل مش هيستفيد منها. طبعا احنا الله يبارك في الجميع ما بنروجش لعجائن، احنا بنقول فقط اللي بيكون عنده شح من المراعي. انما اللي عنده مرعى متوسط من حبوب اللقاح او مرعى قوي من حبوب اللقاح ما يضعش اي عجائن بروتينية. فقط اللي عنده ربما يكون الأراضي فيها شح، فيها جفاف، بالخصوص أصحاب المناحل الثابتة. أتمنى من الأصدقاء النحالين اللي بيتابع معانا ينتبهوا للموضوع ده. أي مواد سواء زايدة عن اللازم أو فيها أفورة أزيد من اللازم، إن ما كانتش هتضر النحل مش هتديك نتائج. تمام. والمشكلة كمان هتخسرك أمور مادية. لازم نتكلم بصراحة وبما يرضي الله. أي أحد بيربي تربية النحل، إن ما كانش نقدر نقول الخلايا هتكسبه شيء أو تعوضه على نقدر نقول على عمله والمجهود بتاعه، ما هوش هيربي خلايا. وحتى لو فرضا إن في أحد مواسم العسل، تمام، إحنا نقدر نقول ما جبناش منتوج أو ما جبناش ربح، على الأقل ما يكونش خسرنا. لأن أنا عندي الرد القاطع إن أي مهنة في إن سواء تربية نحل أو أي مهنة الإنسان يعمل فيها، لو هتخسره ما يشتغلهاش. ده رد قاطع. فنفس النحل نفس الكلام. أنا لو شغال على 50 خلية أو 40 خلية، ولقيت إن ال 40 50 خلية دول ما بيدخلوش نقدر نقول منتوج منهم، وبل بالعكس بيخسروني وبأصرف من جيبي عليهم بدون أي مردود، أنا بقول لك باختصار شديد بطل النحل. وأنا أولكم أتكلم بأمانة. تمام.
فلازم الأخ الله يبارك في الجميع أولا، سواء عجائن سواء تغذية سكرية، تمام، لازم الأخ ما يحطش المواد ديت سواء التغذية أو العجائن إلا في حالة إن النحل محتاجها. يعني النحل طالما النحل بيجيب رحيق من الخارج، أنت بالتالي تتوقف عن أي قطرة من التغذية السكرية. عجينة بروتينية طالما النحل بيجيب حبوب لقاح من الخارج سواء متوسطة أو نقدر نقول فوق المتوسطة أو قوية، ممنوع تقدم أي عجائن بروتينية. أولا توفير، تاني حاجة النحل مش محتاجها. الأمر الآخر الله يبارك في الجميع، وخلينا نتكلم بصراحة، إن مرعى حبوب اللقاح لا بديل عنه. حتى العجينة البروتينية عمرها ما هتكون زي مرعى حبوب اللقاح الطبيعي. اتكلم بأمانة. أنا بالمناسبة الله يبارك في الجميع الأصدقاء اللي بيتابع معانا من 3 و4 و5 سنوات، تمام، عارفين إن اللهم لك الحمد عملنا عجائن ونشرناها كتير على القناة. يعني حتة العجائن دي احنا مش لسه حديث عهد عليها. العجائن فقط احنا كنا بنحطها في الأيام اللي نقدر نقول الملكات وقفت بيض، فبالتالي بنحطها كمساعدة للملكات على أساس إن الملكات ما تقطعش البيض نهائي. بس مع أول ظهور المرعى مثلا أول سبتمبر، أو مثلا الشهر التاسع، أو بعد نزول بعض الأمطار، أو بعد ظهور أي مرعى، أو أنا كان حال نقلت في مرعى آخر، خلاص بقى أتوقف عن العجينة البروتينية دي. زي العجينة السكرية الله يبارك في الجميع. العجينة السكرية بنحطها إمتى؟ في الشتاء. طب بنحطها في الشتاء ليه؟ لأن الأجواء برد. الأجواء ساعات في بعض الأحيان وبعض البلدان بتصل إلى درجتين و3 وربما بتنزل تحت الصفر في بعض الأماكن. فبالتالي صعب على النحل يسحب تغذية سكرية، فالنحال بيحط نقدر نقول العجينة السكرية أو الفينتو، تمام، على أساس إن يكون تغذية بطيئة للنحل وما تسببش مشاكل أو إسهالات. يعني نقدر نقول إن النحال مضطر يحطها في الشتاء العجينة السكرية. نفس الأمر العجينة البروتينية، إحنا لو اضطرينا بنحطها شهر 2، تمام، أو أسبوع، أو 25 يوم، حسب ما أنا شايفه عندي داخل المنحل، على أساس الخلايا عندي لا قدر الله ما يحدث فيها انهيار. تمام. طب نصيحتي للأصدقاء إيه؟ أولا اللي عنده حبوب لقاح ويطحن حبوب اللقاح وبينعم حبوب اللقاح، تمام، ومن ثم بيضيف عليها السكر المطحون، تمام، وبالتالي الله يبارك في الجميع يقوم عامل عجينة بروتينية ويقدم للخلايا حسب احتياجها. مفيش مانع ان انا مثلا اضيف نقدر نقول قليل من الخل او قليل من الليمون، لا يوجد مشكلة. ممكن ان انا مثلا اضيف قليل من القرفة، تمام، برضو لا يوجد مشكلة. ازيد من كده ما تعملش. واحد يقول لي القرفة لو حطيت قليل منها على العجينة البروتينية مفيش مشكلة. نعم، العجينة البروتينية غير التغذية. التغذية احنا تكلمنا ربما يكون في فيديو من 3 4 ايام، قلنا ما نضيفش اي اضافات على التغذية في التوقيت الحالي. انما العجينة نقدر نقول لان بتكون تغذية بطيئة للنحل، تمام، فبالتالي ما فيش مانع ان انا احطها على سبيل ان هي تكون جاذب ان النحل يستهلكها. اتمنى يكون اصدقائي وصل لهم الصورة. لو واحد مثلا جه يسالني طب انا احط كيلو حبوب لقاح لمعدل سكر قد ايه؟ يحط لمعدل سكر 9 كيلو سكر، 10 كيلو سكر. واحد هيسالني سؤال اخر، طب نسبة البروتين كده مش هيكون منخفضة؟ لا، مش هتكون منخفضة. اعمل العجينة دي وشوف النتائج بتاعتها، وعلى مسؤوليتي انا الشخصية. وانا مش كفيل اقول لك حط 2 و3 و4 5 كيلو من حبوب اللقاح، بس دي خسائر عليك، دي خسائر عليك. فبالتالي نقدر نقول كيلو واحد كافي لمعدل 9 أو 10 من كيلو سكر، ممتازة جدا، لأن احنا مش محتاج نسبة بروتين عالية حاليا. الأمر الآخر الله يبارك في الجميع، وهو بالنسبة للي ما عندوش حبوب لقاح، يستخدم البديل الآخر اللي هو الخميرة. والخميرة آمنة، يعني الخميرة آمنة على النحل. أستخدم الخميرة لكل 6 أو 7 كيلو من السكر المطحون أحط لهم 1 كيلو خميرة فقط. أشتري الخميرة اللي بتتباع في المحلات بتكون حبيبات، أطحن الخميرة وأخليها ناعمة جدا، تمام، من ثم أخلطها على 6 7 كيلو من السكر المطحون، تمام، وبالتالي أضيف برضو كذلك
قليل من الكركم او قليل من القرفه، قليل من خل التفاح او اي انواع خل متاحه، قليل من عصير الليمون. تمام. وبالتالي استخدم العجينه دي. فيه البعض يقول لك طب انا ما احطش ليه 2 و3 كيلو خميره؟ هتزود الخميره، بروتين عالي، العجينه هتكون سايله منك، وبالتالي النحل مش محتاج نسبه البروتين العالي دي. بالمناسبه انا استخدمت في موضوع الخميره 3 كيلو من الخميره على 6 كيلو سكر، خلي بالكم من الكلام، واستخدمت 2 كيلو من الخميره مقابل 6 كيلو سكر، واستخدمت 1 كيلو من الخميره مقابل 6 كيلو سكر. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا نزلت المعدل من 3 كيلو خميره الى 1 كيلو خميره مقابل 6 سكر. صدقوني النتائج اللي كانت افضل عندي، ونتائج نقدر نقول ممتازه، والنحل كان بيستهلك العجينه ويستفيد منها، هي 1 كيلو من الخميره مقابل 6 كيلو من السكر. شوف بقى، تخيل معايا نسبه البروتين العالي اللي انا كنت بحط 3 كيلو خميره ما كانتش بتدي نتائج مع النحل او الملكات، وكان النحل بيكون استهلاكه بطيء جدا فيها. نقطة أشير ليها مهمة برضو قبل ما أنهي الفيديو، حبوب اللقاح. في بعض الأصدقاء يقول لي إيه أخويا محمد ما ينفعش أحط حبوب اللقاح في العين الثلاثية؟ لا، ما تحطهاش. ليه؟ لما تضيفها على السكر المطحون وتعملها عجينة هتلاقي مردود في الخلية أفضل، هتلاقي الملكات تضع بيض أفضل. وشوف ده عن تجربة. الأخ النحال الله يبارك في الجميع اللي مش مصدق جرب، هات خلية عندك حط فيها نقدر نقول 50 جرام 100 جرام من حبوب اللقاح في العيون الثلاثية، واعمل حبوب اللقاح ديت في عجينة وقدمها لخلية أخرى. هتلاقي إن العجينة اللي فيها حبوب اللقاح وهي نفس الكمية للخلية الأخرى استفادت منها، والملكات وضعت بيض والملكات ممتازة، عكس الخلية اللي أنت حطيت فيها حبوب اللقاح في العين الثلاثية أو في البراويز، أو البعض اللي بيسميها ربما يكون النخاريب. تمام، حسب لهجة كل واحد. أتمنى أصدقائنا يأخذوا الأمور دي بعين الاعتبار. أزيد من موضوع حبوب اللقاح في العجينة البروتينية أو الخميرة في العجينة البروتينية مفيش حاجة تاني. اللي يقول لي بقى لبن بودرة، واللي يقول لي حمص، واللي يقول لي فول الصويا، سيبك من الكلام ده كله، لأن أنا جربت الحاجات ديت صدقوني نتائجها وحشة، مشاكلها وحشة. ارجع اقول لك مش هخسر حاجه لما اقول لك اعمل حمص واعمل فول واعمل، بس احنا كده دخلنا في منعطف ربما يكون سيء من وجهه نظري انا. صدقوني بناء على تجربه، والتجربه ديت اكتر من مره وادت لبعض الخسائر، فانا بالتالي مش هينفع اقول لك على شيء يضر نحلك لا قدر الله اكون انا مسؤول امام الله فيه. نسال الله العظيم رب العرش الكريم يبارك للاصدقاء جميعا ويبارك في نحل الجميع، اللهم امين. نتمنى ناخذ النصائح دي بعين الاعتبار، وخيركم من نفع الناس، ونقدر نقول نشر علم للناس يستفيدوا منه مش يضر الناس. مشكورين، شكرا جزيلا.